نشوفوا هذه المسلسلات وكذا، ولكن شيئا فشيئا هذه المسلسلات في كل سنة، وهذه أنا متابعها بشكل يعني دقيق جدا، يعني مع إخوة متخصصين وناس إعلاميين يعني في الأوديو فيزيال في السمع البصري. اكتشفنا بأنه قضية قلة الأدب مع كل سنة تزيد، وتغذية هذه المسلسلات ببعض الأمور المنكرة لم يعد صدفة، أصبح مخطط له. لأنه نعطيك معلومة ونتحمل مسؤوليتها، أن أغلب القائمين على المسلسلات والسينما والأشياء هذه أغلبهم ناس إما ملحد، إما علماني لائكي، إما أنه يعني الأمر لا يعنيه موضوع الدين، وينزعج من المتدينين. وأنا صارت لي قصة مرة ممكن تستغرب ماذا سأقول. عليكم السلام. كان واحد يخدم معايا في الاوديو فيزيال، كانت عندي بود دو برودكسيون، هو رجل يعني قديم في التلفزيون الجزائري وكذا. ففي يوم من الأيام في شهر رمضان كنا مع بعض، قال لي نجوز فقط لواحد اللوكيشن، راهم يكملوا واحد المسلسل راهو يعرض، ولكن كاين لقطات في الحلقات الأخيرة حبوا يعودوها ولا. فرحنا، أنا قلت له ما ننزلش، أنا ما نقدرش نشوف هذا. فلما رجع وش قال لي، مع أنه هو هذا الرجل هذا غير متدين، يعني حتى الصلاة يصلي هكذا فقط، قال لي الله يهديه فلان، والله ما راح أذكر اسمه هكذا، يعني واحد معروف. قال لي في رمضان حايط قدام مقرعة فودكا ويسجلوا في شهر رمضان. المهم الخلاصة اللي وش حبيت نطرح الموضوع لكم الآن، ما يشك عاقل أنه هذه المسلسلات أصبحت تمثل خطورة، تضع بعض الصور وبعض الأشياء وكذا في العقل الباطن عند الناس. انت عارف عوام الناس للأسف ما عندهمش وقاية، لا يتعلمون، وكما يقولوا تلقاه الإيمان تاعو بالك ضعيف وكذا، يحترم رمضان، ولكن هذا المسلسل هو يشوفه باش يضحك ولا باش يشوف دراما ولكن المشكل أنه مع الوقت بعض الأمور، هذا ما يسمى بالتطبيع مع الواقع، مع الأمور يولي يشوفها طبيعية، لأن ما تقرر هكذا كما يقولوا في الإعلام، ما يتقرر ومن بعد عندك يولي أمر عادي. فإحنا الآن كدعاة ولا كطلبة علم ولا كناس نخافوا على الشعب ونخافوا على أولادنا ونخافوا على بناتنا وكذا، ما هي الأشياء اللي يقترحوها الإخوة ممكن نديروها؟ هل فقط مثلا ننكر هذا في تيك توك بعد ما يصرى، أم أنه مثلا من الآن نحذروا الناس، قال يا ناس قاطعوا هذه الأشياء، اتقوا الله، هذه لا تجوز؟ أم أنه نديروا احتجاجات رسمية يعني سلمية، بمعنى ما وش بالبرا، ولا مثلا بيتيسيون عفسة على مقاطع معينة وكذا، مع أنه قد لا تأتي بنتيجة. ولكن هذه الأشياء لماذا ما نوصلوهاش مثلا أنها تولي قضية رأي عام؟ يعني احنا يا إلى متى يعني هناك رايحين بينا؟ علاش هكذا؟ وأنا أعطي مثال فقط كنت ذكرته من قبل وأختم وأترك الإخوة ممكن يعطونا رأيهم في هذا الموضوع. أنا أذكر في واحد المسلسل تاع دراما بعت لي واحد مقطع، قال لي شوف وما رأيك، رجل مع بنته يلعبوا الكارطة بالدراهم، ومن بعد يقول لها كذا، ومن بعد تربحوه، هي يقول لها والله ربحتي، ويجيب 300,000 يعطيها لا تديها. مروه عادي كعادي، يعني قمار علنا في شهر رمضان كذا، عادي، مر عادي جدا. قضية موضوع الحب وما الحب والأشياء هذه أصبحت عادية جدا في كل المسلسلات. الأمر الآخر حتى ما نعطيكمش أفكار كثيرة فيه، أمر من أخطر الأمور راهم يديروه أيضا، أنهم يسوقوا بطريقة خبيثة الأشياء معينة. مثلا يأتيك في استوديو يقول لك شوف للأسف كاين بزاف ممارسات خاطئة وكذا، أنت تقول الله يبارك، وش يقولوا لك؟ يقول لك كما بكري مثلا كانوا مغنين وكذا، يعني نضاف، وكاين مغنين هذو اللي خرجوا لنا دوك هذو ما تاع الراي وكذا، يقولوا بكري مثلا شاب حسني الله يبارك كذا أخلاق، مع أنه الحقيقة أنه هذا الشاب حسني
رحمه الله على كل حال، هو من افسد كل هذاك الجيل بالحب والغرام والعشق والكلام الفاضي. والمغنين كلهم دون استثناء، دون استثناء، شمامي، خالد، فلان، كلهم كانوا مفسدين في الارض. لكن هم وش محمد يديروا؟ حسني مثال، اعطيك مثال يعني محمد حسني ويجي مثلا حتى الجماعه الاخوه القبائل يقول لك ايت من قلات معطوب الناس فلان فلان فلان، يسوقوهم على انه هادو نضاف ويقدموا رساله، مع انه الحقيقه كذب في كذب، ما هوش صحيح هذا. مثلا حتى في المسلسلات، وانا اقولها لا استحي في ذلك، يجي مثلا يقول لك شوف المسلسل الفلاني فيه كذا وكذا وكذا، يقول لك لكن الحمد لله شوف صويلح ما شاء الله وكذا، رغم انه ما يقدمه صويلح ايضا مخالف للشرع، بل كبيره من الكبائر. هل يعقل مثلا، وراه مريض ربي شافيه على كل حال، يعقل انك تجي في مسلسل تبقى مع امراه غريبه عليك، وهذه المراه مزوجه، المشكل مع واحد اخر، تلعب انها زوجتك ويصوروكم في غرفه النوم قاعدين مع بعض؟ هل احنا الجزائريين هذه اخلاقنا وهذه تربيتنا؟ بغض النظر عن الدين، خلي الدين بعدين نهضروا عليه، لكن هل احنا تربينا بكري في لاكاسبا لما كان يدخل واحد يسعل باش النساء كاع كل وحده وين تروح؟ هل كنا نقدروا نشوفوا مسلسل كما هذا بكري؟ انا قدام بابا بكري ويما والله ما نقدر نشوف مسلسل كما هذا، والى الان ورب الكعبه قدام يما ما نشوف مسلسل كما هذا. نقدرش نشوف واحد مع وحده في غرفه النوم يهضروا وكذا ويقول لها توحشتك وما على باليش، وواحد يتشبه بالنساء كما مروان قروابي وكما حتى صويلح وفلان 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 اللي يسوقوا بانهم هؤلاء اخلاق وكذا، يتشبهوا بالنساء ويلبس لباس تاع امراه ويهضر كالنساء، وحنايا كما يقولوا عادي، الامر كانه امر عادي. هذه الامه خاطر هذه المخرجات تاعها والنتائج تاعها ما راكش راح تشوفها الان، راح تشوفها في المستقبل، راح تشوف بان الشعب سيتميع، بان الشعب سيتطبع مع الواقع هذا، كما يقولوا يتبدل الاخلاق تاعو شئت ام ابيت. فسؤالي الان للاخوه الكرام ممكن يشاركونا، وش نقدروا نديروا للتخفيف من هذا السير وهذا كما يقولوا العجله هذه التي تسير تاع الافساد؟ ما هي الاشياء اللي نقدروا نديروها بلا ما نضروا واحد، ولا بلا ما واحد يدخل الحبس، ولا راك فاهمني، بلا ما نديروا اشياء مضره؟ هذا هو السؤال تاع الموضوع اللي حبيت نطرحه، واعتقد الوقت مناسب لانه احنا على مشارف شهر رمضان. تفضلوا. اسمع فيها ابو سلمى، اسمع فيها ابو سلمى. نعم، مازالك مع الانترنت انت حتجيب لنا السكر على بالك. عادت المقال يعني فيها شويه. المهم راك اسمع فيها، حبيت نسقسيك ابو سلمى فيك برك سؤال هكذا شخصي. سبق لكم ان مثلا صراتك سويت، يعني سويت تاع ما في البيت وجبت بلومبي؟ نعم صارت لي عده مرات. طيب صراتك عده مرات. طيب البلومبي كيجي عندك وعندك سويت في الدار، وش هي اول حاجه ديرها يعني باش نصلحوا راسنا تاعك؟ نغلق الروبيني داري. احسنت، بارك الله فيك، تغلق الروبيني داري. وش حب يقول دوكا نورمالمون تكون فهمتني؟ الروبيني داري كي نديروا له اسقاط على المجتمع، هذاك الجهاز اللي راه حاكم كاع المؤسسات، اللي المؤسسات كاع يمشيو تحت يده. لا بس اسمح لي سبل السلام، معليش سبل السلام، انت تقدر تغلق تاع اللي يعطي المال دار، ما تقدرش تغلق تاع الحكومه اللي يعطي الحكومه كاع. يفعل ويقول لهم لك تسمى تقول هذا وكان نهضر لك هذا الكلام ماشي باش نبريزي ولا، هذه حقيقه. حب يقول ما دام هذيك الروبيني معني بك ابو سلمى ماشي ما نسمعكم له، والله ما نسمعكم له. انا فقط نوصل لك معلومه انه انت كي تغلق روبيني داري تاع دارك ممكن، لكن المشكله انك ما تقدر. اصبر حاول تسمعني. قلت لك الان انت ممكن تغلق روبيني داري تاع دارك وتحبس لافويت وتجيب بلومبي يسقم وكذا، ولكن ما تقدرش تغلق الروبيني داري تاع الحي، ما تقدرش تغلق تاع الحومه كامل وتاع الجيران وتاع. وحنايا مش انانيين نخموا على روحنا برك، احنا نخموا على كاع الامه، يعني كما يقولوا همنا انه هذا الشعب هذا ما يتميعش وما يفسدش لا ينساق الى هذه الامور حتى تصبح امور كما داروا لتونس. كما بورقيبه
دار لهم نفس الشيء، ومن بعد جازي العابدين واصل نفس الشيء إلى أن أصبح ابو حبينا سلمى ولا كرهنا. عباك والله ابو مشكل سلمى عندك الانترنت يا أخ. فهموا شيخ يوسف يرحم بابا، ما ناش نسمعوك. ما تحاول سبل ما السلام. تسمعوا في هذا. راه مشكل عندك في الريزو وفي الصوت، الريزو والصوت. معليش أجل المداخلة تاعك حتى باش على الأقل الوقت ما يضيعش. الله المستعان. وتقول عبالك تقول في الكازما حتى هكذا ما تسمع فيها ابو سلمى يوسف. والو الصوت راه عيان، الصوت راه عيان. وفي الصحراء وقيلا يبانوا بلاو في الصحراء، خاطرش قالنا وقيلا البارح بلاني في الصحراء ولا. نعم تفضل ابراهيم. السلام عليكم الاخوان. لاباس. انا حبيت درت لكم صباح انا كومونتي شهر رمضان بنادم يدور التلفاز هاك شغل قاعده يديرها باسكو شهر اللي يتفرغ فيه في العباده، فاهم؟ فهو باسكو فيه العتق من النار، فيه شهر في الشهر العشرة الاولى تاع الرحمه تاع البركات. ما الواحد يغتنم الفرص. وفوش قال الاخ ابو سلمى عنده الحق 100%. هذا الشيء مش مو صدفه كما يقولوا، هذا الشيء شو مخطط له. وشغل دوكا خلاص بالغ غسيل الزوبه كما يقولوا، دوكا لحقوا وين خلاص داروا كاع المنكرات في التلفاز، وزيد في شهر مبارك. والله المستعان. بارك الله فيك ابراهيم. أبو عبيدة وش رأيك في هذا الموضوع؟ وش نقدروا نديروا؟ ممكن الأخ إبراهيم جزاه الله خير أعطى نصيحة ممكن تكون فردية، نصيحة الفردية، يعني كل واحد مثلا يتلهى بالعائلة تاعو يحاول يعطيهم بديل، يحاول أنه ما يتأثروش بهذه الشخصيات. ماشي غدوة من غدوة يتلاقوا بهذاك الممثل اللي كان تما يخرج برا يحبوا يتصوروا معاه وكذا. فبالتالي ممكن يمتريزيهم شوية، يعني إذا كان محافظ وكان مسيطر في البيت وكذا. لكن هذا الحل اللي أعطاه إبراهيم جزاه الله خير حل فردي، لكن أنا ممكن تساؤلي عن الحل الفردي وأيضا الجماعي، يعني الحل اللي ينعكس على قاع الناس. هذا هو ماذا ممكن أن نفعل. أتحدث عن دعاة وطلبة العلم والمفكرين وخاصة الناس. تفضل. نعم أكيد، يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا هذه اللي الناس قاع راهي متصلة فيها، يعني المؤثرين اللي كما نقولوا مؤثرين إخوة، يعني تاع دين وتاع صلاح والآخر، هذو ممكن يتكلموا، يعني تكون عندهم ممكن يعني تأثير على المجتمع كي يتحدوا إن شاء الله ويقولوا كلمة واحدة كما داروا شحال من خطرة قال نديروا على هذه الحاجة. يعني من هذه الناحية المؤثرين هم الأولى الآن في هذا الشيء. يعني أنا عن نفسي أنا على شخص ما عندي حتى تأثير في السوشيال ميديا ولا، لكن كما الشيخ يوسف وما والله يبارك كاين بزاف ناس يعني ممكن يأثروا على هذا الشيء، والله أعلم. وكذلك الدعاة بطبيعة الحال المخلصين. شوف أبو عبيدة، أنا أطرح إشكال عليك وعلى شيخ يوسف، أتمنى شيخ يوسف جاوبني إذا ممكن. بعضهم يطرح إشكال في هذا الموضوع على المؤثرين، مثلا كاين الناس اللي ماهوش مهتم كثيرا بهذه الأمور، فيجي الشيخ يوسف عبد السميع يدير مقطع من بأن النصيحة، يدير مقطع مخالف، يعني مقطع فيه يعني شيء غير جيد، فتجد كثير من الناس، وهذا واقع، تجد كثير من الناس لما يشوف هذا المقطع يروح يحوس على المسلسل باش يشوف. فهمت هذا ايضا لا إشكال. يعني واحد كي ينهي يعني عموما وليس بالخصوص، يعني ما يخصش حاجه، يعني عموما باش واحد ما يروحش باش المتابع ما يروحش يشوف هذا كما قلت انت، باش ما يروحش يشوف هذا الشيء. يعني عموما لا باش تفهم اللي انه اكثر نسبه مشاهده للمسلسلات هي في رمضان. نعم الناس كامل هذه بالك تشوف حنايا بالك نفطروا نروحوا نجروا باش نروحوا نصلوا التراويح، الناس ماشي هكا، مش كاع هكا. الناس يفطر يتكسل يضرب حمود
حبه قلب اللوز قهوه وقاعد يستنى في المسلسل متى يبدا. يعني هذه تاع باش انا نرد على كاش مقطع دير في بالك بلي انه راه الحق ملايين المشاهده يعني في التلفزيون. هما اللي باش يخرج المواقع بعد ساعه ساعه ونص يخرج المواقع، يزيدوا يشوفوا اصحاب التليفونات اللي ما يشوفش تلفزيون يعاودوا يشوفوا في التلفزيون. غد من ذاك روح شوف نسبه المشاهده تاع هذاك المقطع اللي يصرى فيه هذا المشكل هذايا، سواء اخلاقي سواء شرعي سواء اي حاجه، تصيبوا بالك 20 مليون مشاهده. وشوف شيخ يوسف، تعرف الاشكال وين راه؟ اسمح لي ابو عبيده، تفضل. احيانا يكون مقطع مضحك، وهذه المقاطع هي الخطوره فيها. انا شحال مره يمر عليا مقاطع هكذا في التيك توك ولا تاع هذا الممثلين، نشوفوا نموت بالضحك، نكذب على روحي، تضحك، مقطع مضحك ما تقدرش تهرب من الموضوع. فهذا شوف، اذا كنت انت من خاصه الناس وتضحك على شيء مثل هذا، حتى وان كنت تنكره بقلبك، يعني كما يقولوا تنكر هذا الامر وتعرف المخاطر تاعو وكذا، فما بالك ذلك الانسان المسكين اللي فاضي وفارغ شغل وبالك عنده هموم برا، يعيش ازمات اجتماعيه والخدمه والمشاكل، ومن بعد يدخل فهذاك الشيء يقول لك انا هذا الشيء هذا اليوم وانا يريحني شويه وما نشوف وكذا، يقول خير ما نشوف امور ماشي ملاح. فهمت المقصد؟ لكن هم لا يدركون على مدى البعيد، والله ثم والله انا ما اتكلم من فراغ، انه هذه الامور من اخطر الامور مستقبلا للاجيال القادمه. الناس ما تقدرش تستوعبها الان، لكن بعد مده يقدروا يفهموا هذا الامر. تفضلوا شوف. لا انا واش حبيت نقول، ماشي على المقاطع في ذاتها ومن بعد يهدر عليهم الانسان، يعني من الان يهدر على مخاطر المسلسلات، يعني باش الناس تجتنبهم من الاول، تجتنبهم ماشي كيصرى يعني حمله مقاطعه، يعني حمله مقاطعه تقريبا من هكذاك. والله ماشي من باب التثبيط، ماشي من باب التثبيط ابو عبيده، ولكن هي معليش انسان يدير كلمه ولا يدير فيديو يعني ينبه على هذا الامر ولا يحذر من هذه المسلسلات، ولكن يعني هي شبيهه بانك تعمر الماء في كسكاس. مشكل عمت بها البلوى. لا انا مع اني مع نشر هذا الامر، معليش ماشي مشكل، هي ماشي لازم غير لقيت تلبيه لندائك ولا مثلا يمتثلون لامرك ولا لا، مش هذا. ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، ان عليك الا البلاغ، انسان يبلغ لتكون حجه عليهم فقط، هذا ما كان. نعم. شوف شيخ يوسف، فمن اهتدى فانما يهتدي لازم باش تفهم الطرح تاعي. الان احنا لازم تكون اول شيء النظره تاعنا لهذا الشعب نظره رحمه، قبل ما ننظروا ليه نظره انه عاصي وانه مذنب وانه علاش؟ لانه لو كان تشوف الظروف المحيطه به يقدر يجي واحد يقول لك يا حليل، وهذا واقع حبينا ولا كرهنا، انا مانيش نبرر له، ولكن صح يا حليل. كاين ناس مساكن في رمضان والله يتمنى يشري قلب اللوز ما عندوش. انا ما كنتش ما على بالي هذه الامور، احنا الحمد لله ربي فتح علينا وعمرنا ما خصنا امور كما هذه، لكن من بعد اكتشفت هذا الامر لما عشت في الجزائر سنتين وجوزت رمضان، على بالك باللي تشوكيت. انا ما كنتش نعرف باللي كاين هكذا الفقر لدرجه انه زلابيه وقلب اللوز صعيبه باش يشريها، لانه انا الحي اللي نسكن فيه واللي كانوا محيطين بيا اغلبهم الناس ما شاء الله عندهم يعني فاتح عليهم ربي ما عندوش اشكال في القلب اللوز. ومن بعد مع الوقت بديت نعرف باللي كاين فقر في الجزائر. انا والله ما كنت على بالي بلي كاين فقر ماشي يعني نتكلم على امور بسيطه ما يقدروش يشروها. راك تحكي في الفقر هذا فوق ال 50% شاه، ثم ما نحكوا بنسبه كبيره. لا ما تقدرش تقول فوق ال 50%، هذه لازم لك استقراء، ما هذه النسبه اللي تاع فوق 50%. انا نحكي لك شيخ انا نحكي لك اسمح على حساب زعما دوك انا نعرف 10 اصحابي ولا 10 من الناس اللي شو قراب عليا، نقول لك بين 10 دوك الناس والله غير يحسب بلا الحبه قلب اللوز يا شيخ باش يشريها. انا اسمع لي نعرف ماشي بس ماشي هكاك، لا لانه لا انت لو كنت احنا لو كنا نبداو نهضروا على المشكل هذا تاع المصاريف، هذا حتى سواء الذي يحسب على الفقير، هذا العائله الفقيره شحال عنده من مصاريف زائده على الحياه، يعني كما نقولوا الاصليه، يعني يعيش قده، شحال عنده المصاريف الزائده اللي ما عندها حتى معنى. بالك تصيب هذا الفقير يتكيف مثلا، بالك تصيب هذا الفقير يفليكسي انترنت. بصح احنا شيخ يوسف نتكلموا بشكل عام. شوف الاخ ابو عمر قال كلام مهم جدا في التعليقات، قال لك هذا الاصل المفروض يكون دور المساجد، لانه الانسان لما يجي خطبه الجمعه
ويسمع التوعية والنصيحة وكما يقولوا الأمور اللي تتعلق بالحياة الناس والمجتمع. فيعني كما يقولوا ممكن هذاك في الجمعة إذا أب وصلت له الرسالة يقدر يسيطر على العائلة تاعو، ويقدر ينصح واحد آخر ويمتثل، فهذه الأمور تمشي. لكن هل المساجد راهم يديروا هكذا؟ الله أعلم، أنا مانيش عايش في الجزائر. شيخ، الجانب تاع المساجد شغل عندهم خطب جمعة يديروها كل مرة عليه من يديروا شغل الخطبة ديالهم، بصح باش التوعية زعما تاع الناس ومنه الشعب يصطدم بليزانفلونسور اللي اسمهم المؤثرين، وانا اللي ما نحبش نسميهم بهذه التسميات، لانه بالك نسمي واحد مؤثر، بالك يوسف الاخ يوسف اللي هو معانا يؤثر فيك، يعطيك بالك نصيحة، ولا الشيخ انت اخ ابو سلمى تعطينا نصائح في الدين، باسكو هادو المؤثرين يمدلك علم لا ينفع، هذه حاجة سما، ويزيد يأثر فيك في السلب سما، ماشي في الحسن، ما كفاه ما يضحكوا ما شغل راك تعرف شيخ، ما فهمتوني. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تبارك الله. واضح جدا. نعم شيخ. وعليكم السلام. تفضل أخ. الأخ أبو عبيدة، البارح طلعنا أنا وياك لايف في واحد الجماعة كانوا يطعنوا في حماس للشفاء. نعم نعم، ما بينات اللي يسموا روحهم الموحدين. البارح تناقشت معاهم، الناس يعني والله العظيم ماش عارف كوعو من بوعو. هذه الله يهدينا. امين. يسيبورتيو الاخرين الكحوله. قال لا لي لا، أنا هذوك ما يتبعوا حتى واحد. لا، هذوك ما يتبعوا، يسموا قال لي روحهم انت موحد. قال لي انت تتبع الاخضر، قلت له انت تتبع الاسود. كما قال واحد الله صنجينا الحديث، صنجينا الحديث. صندنا الحديث رانا في حاجة واحدة هذوك. المهم اسلام، رانا في يعطيك قفة العافية. رمضان، السلبية والقلب اللوز. الله يبارك يا سيدي. زلبيه تاع بو فريق شو ما تخلينا يا يوسف. والله غنبعث لك ولو كنت في أقصى الأرض نبعثها لك. الله يحفظك يا خويا. غير قول لي غير مع من نبعثها لك، برك ابعث لي السيد أنا نروح ليه المطار نعطيها له. يا واش من المطر، انا غير هنا في تيبازا قدامك. ما تكش منها، نبعثها لك ماشي مشكل، لا نجيبها لك كاع. طيب الله يبارك الله فيك. اوجا بوبو. طيب، واش ان ربحت شاء اليوم؟ الله. ربحت ما شاء الله، ربي يحفظه لك ان شاء الله. ربحت اليوم. اليوم لعب مباراة وربح في الريكبي وفرحان. ماركيت اليوم شحال ماركيت؟ 6. قال لك ماركة 6. إيه. على قلت 6 خليت 6 ورايح يهدر العربية الحمد لله، يهدر بصح راك تعرف. قال لك ولا تهدر العربية، قول له تهدر ولا ما تهدرش على العربية؟ العربية تعرف تهدر العربية؟ اقرا سورة الفاتحة نشوف لك حافظها. اقرا له سورة الفاتحة. الفاتحة بس الحمد لله رب العالمين. يلا بسم الله. نو معليش باش يسمعوك هكذا، باش يسمعوك وكذا ويعطيك. خلاص غلقوا الكاميرا بالك وحشمان منها. قل بسم الله الرحمن الرحيم وقرا. يلا ويحشم ماء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الحمد لله. في الركبي تجري شادها وتجري. قرا الفاتحة كما قريتها لي البارح، تتهبني والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا الحمد لله الرحمن الرحيم. مسخر. هلا بالك حشمان. ما قريت لي البارح. ما هو شو وتشورا وخدود ولا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كمل. أنا أقرأ آية وتقرأ آية. الحمد لله رب العالمين. كمل. كمل. الرحمن
كوني با خزمان خزمان شي ابو سلمى فاتحة كوني خزمان با خزمان ما حبش ما حبش والله غير الله يعرفها يبارك والله العظيم الله يا ودي يبارك ما نعرفوش دراري، حب يحرجك في الوقت اللي يكون الله. يستحقه يعطيك على الراس. طيب أصبع. الرحمن الرحيم هذه يقول لك مالك يوم الدين زيد إياك نعبد وإياك كمل كنعبدو إيه إيه؟ وإياك إياك راك تمسخر بيا أصبع. هذه كما تقول جداتي تقول لك الطفل زعما مثلا كي يكونوا ضياف، كي يجوا ضياف مثلا هو ما يحبش هذا الكاطو، كي يسقسيه يقول له خليه ياكل، تقول له انت ما يحبوش هذا الكاطو، يقول لك لا انا نحبه بزاف، ثم يعطيك على الراس يعطيك. والله العظيم البارح هذيك الاستاذه تاع لونجلي قالت له جود مورنينغ، تشوف لها الحكايه هذيك قالوا قدام المفتش قالت لهم قولوا جود مورنينغ. بهدلوها مسكينه. البارح قاعد هنا ومع الام تاعو قراها لي يعني بقى تبعث لي في الواتساب تقول لي هاولك هاوي يقراك في الفاتحه، ودوك جاهل ما تقراناش فاتحه ها هاي خلاص احتر معلش. احتر الله يبارك، ربي يحفظهم ان شاء الله الله، يبارك. يسلمهم ان شاء الله، ويجعلهم من الصالحين المصلحين. امين. صليت وما ادراك يا خوتنا. قال لك توبلي نو يا خويا توبلي يا اخي كيف تقرا ماما يا ودي والله ما يجاوبك وتقعد 30 سنه وانت تقول لي. والله انا حاير فيه ولا وزعف عباك راهو تقلب. خلاص حبيبي خلاص معليش كي تفكر اقرا انا يلا اشرح لك. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكم لاباس؟ وانا لاباس بخير، والله الحمد لله الله يهنيك. يعطيك بخير. والله في نعمه الحمد لله، ماكش تبان غير الخير. الحمد لله. والشيخ ابو سلمى لاباس؟ خير الله يبارك فيك الحمد لله. وش بيهم المهابل هذو ما دايرين حاله وفيديوهات واختصاص الفيديوهات؟ اي عادي ما ناس جهله وش كانوا مع عبد السامع دورة عليك دوك على كيفاه. شوف اي دوك وليت انا الترند راني داير حاله مع مداخل هذو تاع يهود يعني القبله. صح على ما كملوش الفيديو كي بديت تشرح ما يكملوش ناس تاع التدليس لا حتى الصوره اللي حطها لي وكاتب خدود وما على باليش. انا حتى احد الاخوه الكرام يعني من توعنا يعني قال لي كيفاش تحلق اللحيه وكذا، بعت له الصور تاعي منذ كنت صغير وانا طالع انا ما تنوضليش اللحيه على اليمين ويسار الا في الدقن فقط. فهمت خرجت للوالد تاعي. صوت يا جلد كشحاجه. هذا قال لك جلاد الاخوان، هذا كان مكان. هذه جلد الذات، هذا يجلد نفسه. لا. تفضل. جلد كذا مانيش عارف ما فهمتش انا وش تخيلوا هم يحبوا يتخيلوا عايشين في التخيلات. تفضل الجلاد. اسمع قبل ما يتفضل حبيت اسمع شيخ يوسف قبل ما يتفضل ممكن نشد لك واحد النشيد. إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البن حسن، لا تسني من بناه إنه البن حسن. هيا خلي باش نطلع له لاتونسيون. والله على بالك انا تلف لي في المدى. هاي جلاد ما يجاوب. يا واسمك راكم تخموا راكم جماعه وتخموا واش تسالوا ولا واش باينه ياكم كي يقعدوا جماعه وما الاخر يقول له هذه والاخر يقول له لا ما تقولوش راح يطيحك في البياج راح يدير لك فخ. ما يقول واحد انتوما بوندا وانا وحدي. الاخر قال لهم انا بوندا وانتم وحدي.
ما تهدرش جلي بلعت لسانك جلاد. ما تلفت لهم هبطة هم برونشي مع اصحابهم. تلف لهم الموضوع اذا يهضروا على غزه ولا يهضروا على المداخله ولا يهضروا على شيخ ربيع ولا تلف لكم الموضوع. خليه نستناوهم مش مشكل. شيخ ابو سلمى نسقسيك. الشيخ برك هذيك ابو سلمى برك يا اخويا الله يا يحفظك. سيدي لا دوك انا شيخ الله. مش شيخ هذه حاجه تعاود تهضر أربعة. معليش ابو سلمى يا سيدي سقسيك واحد ضربه. انا كنت طالع ما كنت طالع في اللايف، كنت نتفرج بالك في اللايف تاع عبد السامع وطلعت نتاعي قلت لعبد السامع قلت له انا عندي بنتي ومن ورقه كي تشوف ورقه تحفظها من النظره الاولى الله اعلم. اي نعم نعم. يطلع معنا واحد العلماني وقال لك بدا يخلط عليك، بدا قال لك ما تقدرش ولي حاجه عاديه بالك في صنف واحد مش كان يهضر. والله شوف انا يعني مايش انا درت لها تجربه وهي بالفرنسي والانجليزي مباشره يعني ما فيهاش كاع اشكال، وباللغه العربيه ايضا انا درت لها تجربه بالعربي لانه هي اصلا انجلوفون يعني قرات في قطر وكذا وفرنسي ايضا. لكن سبحان الله درت لها تجربه هنا عندي في التلفزيون، درت لها صفحه وطفيت وحتى انصدمت لانه انا اصلا ما كنت مامنها صراحه يعني ما كنت مصدقها. الله هذه ضمانات هذه تغتنمها في حفظ القرآن، تغتنمها في حفظ يا المتون رب دينا الحمد لله دينا تاع في الأمر. اللغة هذا المتون. وجا السائح وش تعشيت. لا حول. جاو هنا ماشي حفظ المتون الأحاديث صحيح البخاري صحيح مسلم كتب الستة في الحديث هذو تختلف الأصوات. كاينين اللي عندهم الملكات، كاينين ملكات الحفظ، كاينين يعني كاين اطفال ما شاء الله نعرفهم ولاد حومه يعني يختموا القران في سن صغيره. هذه هيبة من الله عز وجل. شوف الاخ الكريم باش نكونوا واضحين. يوسف الاخ كن موحدا فانا اشرح لك امر. شوف احنا الاولاد تاعنا الحمد لله يعني بفضل الله تربوا تربيه حسنه وكذا، ولكن الميول تاعهم كاين اللي الميولات تاعو شرعيه وكاين اللي الميول تاعو غير شرعي، بمعنى انه محافظ يصلي وكذا لكن ماشي دخلت له هذيك زعما كيما يقولوا بشي ولي طالب علم وكذا. واحيانا ما تقدرش تلزمه لانه خاصه عندي البنات بزاف ما عنديش يعني اغلبهم بنات ماشي كيما الولد يعني. دوك انا عندي الولد اول ولد جاني عمره الان 15 سنه ومع الرياضه وكذا يعني في القرايه يقرا نورمال وكذا، لكن هي هذه سبحان الله هذه بالذات عمرها 18 سنه محافظه على الصلاه اكثر من كل من في البيت. يعني حتى الصبح احيانا النوض نلقاها تصلي سبحان الله وحدها يعني. ما عمري قلت لها لازم ديري كذا ولازم ديري كذا، هي تشوفنا كيفاش احنا يعني وتشوف باباها وامها، لكن سبحان الله هي لكن الاخرى مثلا اللي اكبر منها ما وكما تهضر لهاش هاك تعرف يعني شغل. فبالتالي باش الان تروح مباشره تنقلها الى عالم المتون وعالم كذا فيها شويه صعوبه، ولكن الميول تاعها يعني الحمد لله ميول شرعيه خاصه القران يعني. المهم انا اعطيت وجهة نظر لا اني معاك، لكن بصح تعرف ماشي كاع يمشوا لك. شيخ يوسف انت يمشوا لك كاع كيف موتون والدنيا ولا ما عندكش الكبار انت؟ انا الكبيره 16. الله يبارك. لا انا كبيره 29 سنه عندها. انا الكبيره يماها كي كانت قدها كانت مزوجه ما شاء الله. دوك انا المشكل كاع كبار، انا هي اصغر بنت عندها 18 عندي واكبرهم 29 هم 5 يعني. فبالتالي كلهم يعني كبروا.
قال لي الشبكه ضعيفه راني فليكسي 10,000 ونرجع نجلدك، اصبر بالك تغلط. 10,000 تجلدني يا الرب ب 10,000 قول له دوك نبعث لهالدرجه اللي وليت يعني قول من له بعد. قول له دوك نبعث لك تسمى 100,000 تجلدني وروح. ولا تجلدني ب 10,000 وانا عندي الفيبر. دخل على بالك. الله يعطيه. عندك طيحت لي معليش كاع قول له الانترنت بعثني اللي ما عندي، تاكل فليكسيبل. كرهت لي كاع الانترنت اللي راهي عندي على بالك. نغلق او نهرب لا نخاف اسمع 10,000 تربحني. كيف يوسف. فليكسي طلعوا غلقوا له المايك خليني نغني له تاع الاخوان، نشيد الاخوان حتى تخلص 10,000. جلدك على بالك باللي كي تفليكسي 10,000 باش تطلع للقست هنا لازم ندوموندي لك 50,000 تاع انترنت، تقول لي 10,000 قاعد فينا يا حيال 10,000 نفليكسي 10,000 يولي يا جد. نصمروا لا من الله ثلاث محمد وكاع. رسول الله دفع. هذاك اش كهل من الدرجه الرفيعه. دوكا كهل رانا حنا كهول كيف نديروا انا لا وبسمة كاين رانا كهل كهول. كاين كهل انا عقليه وراني وكاين كهل. كهل انت تحطوك مع الكهول. كاين فرق بين كاين فرق باينة بين كتحطي كهل مع العقليه وكهل العمر. الشيخ يوسف. الشباب ابو يوسف واش من الشباب قاعد بينا اللي قرب ال50 شباب، مازال ما قصش ال50 انت معك شباب. هم فوق ال40 خلاص الكهل. الشيخ يوسف هذا سائح هذا والله غير يقتل بالضحك. شفتوا اش كتب ليه؟ قال لي انا بنتي الكبيره مازال ما زادت. انا تعشيت فليو بالبيض السايع. وانا تعشيتي كرباب اللي يعرفها. وانت ظهرك اليوم تبع الجلد والله. نعرفها تعرفها ابو سلمى؟ ايه انا تزوجت قبائليه من بني يعلى. راك في الحومه الدور. حنا والله. تاني بني يعلى. والله من بني يعلى. والله بني يعلى حنا تانيك. والله من تم. اسمع السايح تاع خاطيك الرشته، ماشي الحساب تاعك تاع الرشته. حساب تاع الرشته نسيت واش كاتب، الرشته حلال والبقلاوه حرام مش ولا هكايا. ولو تحرموا الحلال انت وليت. ابو عبيده انت زدت في العاصمه ولا عايش في العاصمه؟ نعم العاصمه. تعرف المسجد تاع ليفي نعم. تعرف شيخ مبروك الامام هذاك؟ شيخ مبروك نعم. هذا كونسيبي. ايه الله يبارك الله الله يبارك. يسلمك. هو اللي تزوج من عندهم. إيه. ماشي مبروك لو في راسي. شيخ مبروك تاع ليفي اللي كان امام مسجد في اللي ليفي. كان خلاص نحاول إيه. لي زوم تاعنا جبهم. مانيش بعيد انا من ثمك. ما خلاص راك تعرف منين. نجاوب مع الكبير. قول لي شكون نسيبك نقول لك شكون. الشيخ مصفية بدا شرح موطأ كتاب الصيام. يدير غير كتاب الصيام. كتاب الصيام بالإجازة. هو مجاز فيه. باينه بيكون مجاز فيه بدل ما يضرب الاجازه. شحال ضرب دراسة في السعودية وفي شنقيطة. ايوه هذاك عم بالي مبروك هذاك يا خلعني راح نقول له ابو سلمى راح تضربك ببلوط روادي. لا الله يهديك. لا علاش مبروك ما شاء الله. تلاقيت به هذه المره في المعرض. المهم خلينا لا محبوب انت يعني. هو يقول لك نسيب انت تقول له ما كاش حاجه نكرهها قد اقسم بالله. شوف تجيني كما يقولوا بالرايه السوداء باين، تجيني بالرايه تاع العلمانيه باين، بصح تخلط هذه بهذه وتجيني بها. اسمح لي حتى الله عز وجل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذا التلبيس هذا تاع الحق بالباطل هذا اغلب الدعاة يلعب على هذا الوتر هذا. هذا يقتضي عليه شكون منين هذا؟ عودي حيمه. قول له ماشي من الأحسن ما تعرفش. هذيك هي. المهم على بالي وعلى بالك وما عندناش دراهم المحامي. هذه من الاخر الله جاي مصاريف تاع رمضان، واحد بدا يشري حوايج العيد للذراري وينقص على روحه، ماشي حوايج الذراري تاع العيد نروحوا ندوهم للمحامي.
العفسه كي نشوف هذا الخطاب هو منتشر تاع واحد الدعاة. يا ننفذ جل الاخوان، بعيد. اروح انا نفليكسي لك، اروح انا نفليكسي لك، نبعث لك في البريد ديبون، ببعث انا نبعث لك 100,000 افليكسي 100,000 باش ما تطيحليش قيمتي برك، معليش. اسلام صوتك بعيد. قلت لك كان اسلام نشوف الصوت واحد عندك مشكل، انت دائما عندك مشكل في الصوت. الله غالب يا خويا سامسونج. المحامي بس ما تعشى. والله غير مازال ما تعشى عبك عشة تاع المحامي. انا خاطر هكا عرضوني هكايا. المهم يا متى كنا نجروا مساكن ندافعوا على مساكن هذو المسجونين، نروح هكا مع المحامين يا صاحبي، يعرفوا واحد لي ريستورون، اسمح لي خويا لازم تمشي بالكارطه الذهبيه. البوغاتو ولا يقولوا له البوغاتو. والله غير قال لك البوغاتو. حسيبان فليكسات. يا لطيف وين يتعشى وين يفطروا. انا نقولوا نروحوا بيف، نروحوا عند عمي محمد نضربوا عدس وشويه. هو يقول لي كاين واحد الكارغوتي هنا مليح، ويقول لك كارغوتي تلحق تسيبها شاعل الشمع لداخل. يلا شنو ندير؟ سامع او كومنتيرك جلات الاخوان والاشاعره، قال لك من حق الحسيبه نفليكسات ماشي فليكسي بس جلات الاخوان او كومنتيرك. ما تقوليش هذا من العاصمه، مستحيل هذا يكون من العاصمه، مستحيل. لا 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 هو من العاصمه. لا ما نظنش، مستبعد يكون من العاصمه. يقول نفليكسي 10,000، ما يقولهاش واحد من العاصمه، ما يقولهاش هذه الكلمه. لا جايز طريق برك. بالك هو بايت ثم ولا واش؟ اعلم. وعلى هذه تاع بيت لتما في الحمام، مادام يفليكسي ب 10 لازم يبات في الحمام. 10,000 لا ها؟ إلا يفليكسي ب 10,000 تما سيري بات في الحمام ماشي في الأوتيل. انا ولا غادي حاب ماشي معناتها شغل باش نناقشوا ولا لا، مش انا حاب نقصر معاه هكايا، نقصر معاه فصفص هكا. ما كان انت تخافي يسبوا ويشدوا. ما اذا سب نهبطوا وخلاص، واش دير؟ هذه هي دوكا باش ما نقدروش نعرفوا من بعيد. اله. نعم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. إخواني، كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. طلعت غير نسلم عليكم الله ونسلم على يسلمك. ولينا كذا جميع الجزائريين نحبهم في الله. وبغيت غير واحد المسألة خويا يوسف. البارح سمعت لك شوية مع واحد المدخلي واخويا يوسف، غير بغيت نسولك واحد السؤال. واش دابا علاش ما نتجاهلوهمش ونخلوهم يسقطوا؟ علاش كنديروا فيهم ريوسنا اخويا يوسف؟ والله غير هما يجوا لعندنا احنا والله ما نذكروهم، يعني كي يجي هو باش يفكرنا. هذوك احنا نحكيو في كامل المواضيع، الا احيانا يعني نخرجوا للهامش، يعني نتكلموا عليهم هكا في كاش عرضا هكايا. لكن باش نهضروا عليهم ونديرهم موضوع، غير يطلع معنا واحد ويبدا ينشخ علينا باش يعني نتفكروهم. والله غير هما في المنسيات اصلا. الاخ يوسف، انت الاخ من المغرب؟ ايه من المغرب. مغربي نعم. حياك الله. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ماشي ساكن في المغرب. لا ماشي ساكن في المغرب. لا ما ساكنش في المغرب، انا ساكن في باريس. الحمد لله. باش نعرفوا لا عندك دراهم من مصاريف المحامي ولا لا. لا فقط انت، لكن عندك فكره عما يدور في المغرب صح؟ طبعا بطبيعه الحال. احنا في بدايه البث طرحنا موضوع يعني هذه ظاهره عندنا، فحبيت نسال هل هي موجوده عندكم في المغرب أم عندهم الظاهره ديال اخويا ابو سلمى، وضح لي. تاع المسلسلات في رمضان وما يبث في رمضان. يعني ظاهره المسلسلات في رمضان اكثر، يعني مسلسلات مشاهده تكون في رمضان. ظاهره في الدول العربيه كامل عندهم الظاهره. انا اخويا ابو سلمى نقول لك الصراحه، ملي كنهبط كندوز رمضان مع الوالده، شوف قدامنا الشريم والمعيقلي ديما دايرين الحرم قدامنا، يعني ما عرفناش اش كيكون. ولكن احيانا الوالده ملي كنكون هنا وكتمشي عند العائله كتقول لي مع كامل الاسف كلشي مشى على المسلسلات، ما تقدرش تنكر عليهم، ما تقدرش تقول لهم لا. لا مش هذا الاشكال. انا نقولوا فقط حنا طرحنا، حنا كناس يعني كما يقولوا يدركون مخاطر تاعها، واش نقدروا كما يقولوا نديروا. هل نهضروا برك ولا هل المجتمع، انت تشوف بان المجتمع خلاص يعني هذه الامور عمت بها البلوى ولات ما كاش كيفاش الناس قاعد تشوف؟ انا خويا ابو سلمان نشوف كما قلتي عمت بها البلوى، يعني قليل البيت اللي تدخل لهم ما تلقاش
مع كامل الاسف ما تلقاش مثلا التلفاز قدامهم، هما ياكلوا يضربوا الحريره والشباكيه وراه يتفرجوا ويضحكوا. واحد شويه عاوتاني يولي المعقول، يبان لك كلشي راه يتوضا ويخرج للتراويح. مع كامل الاسف. لا اله الا الله، ربي يعافينا. مصيبه اخلاص، والله غير مصيبه. امين امين امين، نسال الله السلامه المهم والعافيه. الانسان يذكر اخلاص، الانسان يذكر ويقول وينصح ويمضي، لعله ما يسمعش كلامك الاجيال هذا وبالك الاجيال اللي بعدها، حتى وما يسمعك الاجيال هذا ولا اللي بعدها. تذكر دائما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وياتي النبي ومعه الرجل والرجلا وياتي النبي وليس معه احد. مهم اللهم انا قد بلغنا، اللهم انا قد بلغنا وخلاص، وانتهى الامر. بارك الله شوف، بارك الله فيك. قبل سنوات في مصر كان واحد المسلسل اسمه جعفر العمدة، وكانوا يتبعوا بزاف مصريين ودار ترند وكذا، وكاين ناس داخل المسلسل اشرار. هل تعرف بانه راحوا يتعدوا عليهم الناس من كثر ما تاثرت بالمسلسل؟ واحده تما كانت واحد شريره ما بيش وشنو انا في المسلسل، تعدوا عليها في الشارع: يا كلبه يا كذا، كيفاش ديري كذا. الموضوع تمثيل. سبحان الله سبحان الله. شوف الجهل يعني. ما شاء الله خونا يوسف، راك منور، غادي نخليكم ان شاء الله، الله يحفظكم. الله يبارك فيك، شكرا خويا، مرحبا بك. حياك الله. ديما ديما والله. شوف انا عندي 21 سنه في باريس، وشوف السبب ديالي بعد الله سبحانه وتعالى حتى التزمت وهراني نحب الجزائريين ونموت عليهم، والله الا هو السبب ديالي. وليت من عمر البيوت والحمد لله والتزم. نسال الله عز وجل يتقبل منا. داكشي علاش غادي نموت عليكم. شوف تروح العمره، تروح العمره، نروح. رحت الحج، رحت الحمد لله الحمد لله. وانت حجيت واش من عام؟ حجيت في 2014. حجيت في 2014 ان شاء الله. ايوا حجيت ابو سلمى، انت حجيت؟ والله الحمد لله حجيت 14 مرة، الأولى في 91. ما شاء الله. أبو عبيدة حجيت؟ لا راحت لي حجة والله في حياتي عليك سهلة من عندكم، سهلة من لا شوف واش راحت لي في هذاك العام. كنت عملت الأوراق في 2001. وشكون راحوا 2001؟ راحت الأم رحمة الله عليها، وراح الأب رحمة الله عليه من إنجلترا، وما رحتش معهم سبحان الله. مع أنه وهذاك العام وهذاك العام رحت الجزائر. يعني حج مرات ومرات ومرات. نعم صاحبنا وصاحبك. نعم وراه تماك. أنا ذقت نقصر معه. يعني حج مرارا وتكرارا. كنا نحجوا كل يوم كل سنه الحمد لله كما كنت في السعوديه يعني. الاخ الجلاد قال لي راك تتبع في محمد رمضان، فجبته قلت له انا اخواني نتفرج. المشكل انت سلفي يا جلاد. في الحومه يا اخويا، لا في الحومه. انا من جراند بوست. ما شاء الله. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا. لو كونيكسيو تاع 10000 خلاص. اسمح لي كونيكسيو تاع 10000 بالك بليت خلاص البيفي في العاصمه، سيرتو عند لا جرون بوست. مازالت فيها الريحه تاع الحيران. تحلها تروح. شيخ دوكا كي جبتوا موضوع المسلسلات والافلام، كيف بدا تهضروا بعد ما كنت شت واحد دوكا. شلون هذا؟ كي جبتوا موضوع المسلسلات والافلام، بعد جيت حنهضر ومن كثرة الاخطاء. الله يسلم عليك على راح على المجتمع والسؤالي. بكمت ما قدرتش نهضر. علاش؟ ما فهمتش. والله تبكمت شغل من كثرة السلبيات تاعها، ما قدرتش نهضر من كثرة السلبيات تاعها على المجتمع هذا وعلى الشباب هذا.
والله احنا والله خايفين كاين على الجيل هذا يا بالله العاده ما كان. قال لك بقات له طروامين نجلس ديال الاشاعره سبع ديال هذا اش اسمع، انا ضحكني كي هذا قال الشيء لي خالي. راك تبع في محمد رمضان. اسمع شد الخوارج ياكلوا بيف ياكلوا لك 7000 حليت الكاميرا كلاو لك 7000 كنت تفتح معنا حوار عباك باللي بالفيبر وناكلوها لك. والله خالي هذا الشيء. المهم فيها خير. المهم ما تدورش بزاف في العاصمه او البرد فيها البرد وما تدورش من هذوك الجوايه هذا الوقت خاطرش يتوسوسوا لك.